قاعد انت مركز مع ايران وسايب لعبة كبيرة بتحصل في الصومال. جاهز تسمع؟ خد بالك ان الحرب اللي جاية على باب المندب. بقالهم فترة وهم شغالين في هرمز، ومضيق هرمز مقفول بقاله اكتر من شهرين. فاضل ايه؟ باب المندب. وعلشان ده يحصل، كلمة السر: الصومال. الصومال دولة موجودة على واحدة من اهم الممرات المائية في العالم، باب المندب. لكن الحقيقة إنها مش دولة مركزية قوي، دي عبارة عن ولايات، كل ولاية شبه دولة لوحدها. اللي يهمك بقى إيه؟ 4 ولايات: صومالي لاند اللي على باب المندب اللي باللون الأصفر، وبونتلاند اللي باللون البرتقالي ومليانة بترول وغاز، وولاية جنوب غرب ودي اللي باللون البنفسجي واللي بالمناسبة فيها الجيش الإثيوبي موجود وبقوة، وولاية جوبالاند ودي اللي باللون البنفسجي الفاتح وموجودة على حدود كينيا. علشان تسيطر على باب المندب ما ينفعش تخلي صومالي لاند لوحدها اللي تنفصل، لأن كل الجهود الدولية هتبقى منصبة على صومالي لاند وتمنعها من الانفصال. لكن لو ولايات الصومال بتتفكك تبقى دولة مش مستقرة، والأمم المتحدة ما بتقبلش عضوية دول ملهاش سيادة على أرضها، وبكده الصومال بقت ساحة صراع دولي. لو اتفككت باب المندب هيبقى في خطر، وبكده تبقى كل ولاية لوحدها، وتبقى بقى منطقة نزاع، والملاحة تبقى خطر، وتكلفة عبور سفن الشحن تعلى. ده غير قراصنة الصومال اللي ظهروا فجأة من كام يوم وخطفوا سفينة شحن من باب المندب. كل ده بقى حصل من ساعة ما الصومال عملت تعديلات على الدستور بحيث ان الشعب اللي ينتخب مش القبائل. الكلام ده ما عجبش الولايات في الصومال: بونتلاند، جنوب غرب الصومال، وجوبالاند. وقررت الولايات دي تسحب الاعتراف بحكومة الصومال أو تعلق التعامل معاها. لحد هنا وانت فاكر انها مشكلة عادية، لكن في دول ليها مصالح في الصومال وعلى هواها قوي المشكلة دي. إسرائيل اللي عاوزة تعمل قاعدة عسكرية ليها والأمريكا في باب المندب وبتحقق طموحها في ولاية صومالي لاند. إثيوبيا بقى ليها 10,000 جندي في ولاية جنوب غرب الصومال وبتحمي حاكم الولاية وبتحمي طموحها في ولاية جنوب غرب. ولاية بونتلاند تركيا بتنقب على البترول فيها، وولاية جوبالاند كينيا بتحمي الحاكم بتاعها، علشان بتعتبر الولاية دي زي ايه حائط الصد اللي بتصد حركة الشباب الإرهابية الصومالية في إنها تتقدم لكينيا. وعلشان كده مصر مهتمة بالصومال جدا، لأنها أمن قومي مصري. مصر مش بتدعم أي حركات انفصالية، ووحدة الصومال مهمة جدا علشان تفضل دولة وتضمن مصر أمن باب المندب اللي بيأثر بقوة على قناة السويس. وعلشان كده تلاقي مصر بتشارك بقوات عسكرية لمحاربة الإرهاب في الصومال، وفي اتصالات مكثفة بين مصر والصومال، زي المكالمة اللي جمعت وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الصومالي، اللي أكدت فيه مصر على وحدة الصومال. حرب الممرات اللي قلت لك عليها فاضل لها هرمز وباب المندب. هرمز والملاحة متعطلة بقالها أكتر من شهرين، وباب المندب هي المحطة اللي جاية علشان أمريكا تكمل حربها التجارية مع الصين. واللعبة اللي بتتلعب في الصومال كبيرة. مش قلت لك تتابعني علشان هقول لك اللي بيحصل حواليك ببساطة؟